مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم رؤية. ورؤيتنا اليوم تنطلق من فكرة أن الكلمة لها بريقها الخاص الذي يؤثر في القلوب والذي يؤثر في الرأي العام والذي يستطيع أن ينتشل أي مجتمع من لحظات العنف أو التوتر ويرتقي به في اتجاه البناء واتجاه الصحة المجتمعية الكاملة. مشاهدينا، يبقى للشاعر دائما تأثير كبير في الأحداث. في حلقتنا اليوم نلتقي بشاعر كبير وأستاذ وكاتب صحفي، نائب رئيس تحرير جريدة المسا، له العديد من المؤلفات خاصة في مجال العمل السياسي، حيث حصل على جائزة التفوق في العمل الصحفي عام 2009. معنا ومعكم في هذا اللقاء الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ حسن حامد. أهلا بك. أهلا وسهلا. أستاذ حسن، دعنا نبدأ في البداية بالشعر كي ينقذنا من ضجيج العالم. نعم، كان هقول قصيدة من ديوان أحرف من شظايا البوح، وهذا الديوان كان مقسوم قسمين: القسم الأول عن العشق والقسم الثاني عن الوطن. في قصيدة بعنوان الألف، وأقول فيها: ألف بهمزة وصل ذاكرة الجوى، وبلام ليل السارقين بلا ضمير، لقمة المحروم من فاء الفرح. ألف مؤلفة ببابك في الضحى، ظهرا وعصرا بالمغارب والعشاء، تئن يا وطني فمن يأتيك بالوطن الأحن. الله، جميل أستاذ حسن. الوطن الأحن، ما هي ملامح هذا الوطن في رؤية حضرتك كشاعر وكصحفي، خاصة في ظل ما نسمع عنه كل يوم ونراه من أحداث عنف؟ هو كل مواطن بيأمل في أن يعيش في وطن أحن، والوطن عندما يحن على المواطن لابد أن يحتوي كل احتياجاته ومتطلبات معيشته. يعني المواطن لابد أن يجد الكساء ويجد الدواء ويجد المعيشة الكريمة في وطنه، يجد العمل، يجد حرية التعبير عن رأيه، يجد الحرية في أن يتنفس كيفما يشاء. عندما تتوفر هذه المواصفات أعتقد أن الوطن في هذه اللحظة بالتأكيد بيكون حنين على ابنه وعلى بنته وعلى كل مواطن على أرضه. ما الذي يمكن أن يدفع بذلك في اتجاه إيجابي أو يعوق هذا؟ والله احنا عشنا فترة مريرة جدا، أتصور بأن 20-30 سنة بنعيش هذه الفترة، وعندما هب المواطن يعني ليقتنص حقه في الحياة، حظه كان وحش. يعني الناس قامت بثورة، وللأسف الثورة دي سرقت وحادت عن مسارها الطبيعي، وحاليا احنا وصلنا إلى مرحلة بنأمل فيها أن تعود الثورة إلى مسارها الطبيعي مرة أخرى. أظن أن المستقبل مشرق، لكن هناك واجب لابد أن يقوم به المواطن، ولابد أن يقوم به الإرادة القيادة السياسية. أنا ليا مقال. طب لنبدأ حضرتك أولا بواجب المواطن. نعم. على اعتبار القاعدة العريضة. أنا ليا مقال حقيقة في المسا كل يوم جمعة بعنوان عقلها، وأنا حتى كنت يوم الجمعة اللي فاتت دي كتبت في معنى مهم جدا فيما سيأتي من أيام. يعني العنوان كان اسمه إرادة وقيادة. أيوة. أنا بقول بطرح في وجهة نظر أنه لابد أن تجتمع الإرادة الشعبية مع القيادة السياسية عشان ننهض بمصر. يعني لا يتصور المواطن أنه لو نفترض جدلا وقدر للمشير السيسي أنه يأتي رئيسا لمصر أنه سيكون معه عصا سحرية يحل بها مشاكل مصر. لن يحدث ذلك. المطلوب مننا إحنا كمواطنين أن تكون هناك إرادة شعبية قوية للمشاركة في النهوض بمصر. كيف تكون هذه المشاركة بدءا من الرئيس القادم إن شاء الله والحكومة والمواطن المصري العادي أو الشعب؟ والله مشاركة المواطن يعني بتبدأ كما قلت من مراعاته لضميره في عمله. يعني لو كل واحد راعى ضميره وراعى ربه في عمله وأنجز كما هو مكلف، أتصور أنه هنا هتبقى عجلة الإنتاج هتدور بشكل كويس جدا، بشكل إيجابي جدا. يعني مشاركة المواطن بتبدأ من لحظة ما انه ما يرميش المخلفات في الشارع. يعني لو احنا حافظنا على بلدنا بمستوى حتى النظافة دي هتبقى مشاركة ايجابية جدا. وهلم بقى جرة، يعني كلما قام المواطن بدوره كما يجب المكلف به. يعني احنا ما بنقولش المواطن يعمل المستحيل، انت اعمل اللي عليك بس.
بالإضافة للرؤية السياسية اللي هتبقى موجودة للنهوض بالمجتمع. أظن هيبقى في نتائج إيجابية كتيرة جدا وكويسة، نستطيع ساعتها نقول إن بلدنا رجعت زي ما كانت الأول، ظهرت الوطن العربي كله. جميل. الصحافة عليها دور، الشعر عليه دور، المجتمع عليه دور. مشاهدينا اسمحوا لنا نخرج إلى هذا الفاصل ثم نعود سريعا. مشاهدينا الأعزاء، هناك أحلام كبيرة في نفس كل منا تجاه اللحظة المقبلة. أستاذ حسن حامد، كنا توقفنا قبل الفاصل عند الدور المنوط بكل من الحاكم القادم إن شاء الله لمصر والشعب والمؤسسات المختلفة منها الصحافة. رأي حضرتك فيما ينبغي أن يكون عليه دور الصحف القومية؟ الصحف القومية بالتحديد ولا نتكلم عن الإعلام بشكل عام؟ يعني نبدأ بالصحف القومية ونتحدث عن العملية الإعلامية. أفضل أتكلم عن الإعلام بشكل عام، وأطمن حضرتك بأننا في سيرك. سيرك فعلا في كل الألاعيب اللي لا تتخيليها واللي تتخيليها. يعني الإعلام يجب أن يقوم بدور إيجابي لإنقاذ مصر مما هي فيه. يعني أنا بتصور أنه الإعلام هو السبب الأول والرئيسي في هذا الانقسام اللي حادث في المجتمع. إزاي؟ يعني هناك قنوات بتوجه الرأي العام وتوجه يعني نظر المشاهدين إلى أشياء سلبية كثيرة جدا، المفترض أن احنا نتغاضى عن ده. يعني نحن في مرحلة ما ينفعش فيها زي ما بيقولوا ننفخ في النار. احنا عايزين نقول للمواطن تعالى حب مصر. يعني يا ريت هذا الإعلام يتبنى، وأنا بطالب كل القنوات اللي ربنا خلقها أنه تتبنى فكرة حملة عنوانها كده تعالوا نحبها، تعالوا نحب مصر. أتصور لو في برامج يعني بذلت جهدا في هذا الاتجاه، صدقيني الرأي العام هيتغير كثيرا. يعني كل الناس اللي بتكره مصر لأنه مش عارفة تعيش فيها، مش عارفة تاخد حقها فيها، صدقيني هتتحمل. يعني أنا سامع أنه وزير الري من يومين بيقول لهم استعدوا لشد الحزام. انا بقول مفيش ضروره ان احنا يعني نرجع تاني لفكره شد الحزام اللي ممكن تقلق المواطن او تقلق بالزبط. الناس. يعني احنا اصلا دلوقتي المواطن شايفينه يعني فعلا مقهور وبيعاني معاناه شديده جدا. نيجي نقول له كمان استعد لشد الحزام، وهو ده ممكن ياتي بنتيجه عكسيه ما احناش عايزينها دلوقتي. جميل. فانا بقول طب حضرتك يعني بالنسبة لبعض القنوات وفي ظل الثورة الإعلامية الحديثة على مستوى العالم، الإعلام الحر والقنوات المتعددة والإعلام التفاعلي ما بين المشاهد وبين أجهزة التلفزيون أو القنوات، كل دي بيكون لها تأثير قد يكون مشوش أحيانا. نعم. لكن هي مسلمة كونية أصبحت الآن. نعم. يعني علينا أن نسلم الأمر الواقع الناس. بس أنا بقول إنه إيه، يعني هناك قنوات كثيرة جدا بتبث برامجها وموجهة بشكل أساسي إلى المواطن المصري. يراعوا ربنا في المواطن المصري. لا يعني مش عايزين نطلب منهم أكتر من كده. احنا بنقول يا جماعة مصر في مرحلة تحتاج إلى تضافر كل الجهود، سواء على المستوى الإعلامي أو على المستوى السياسي أو على المستوى الاجتماعي. يعني أنا بقول حتى لو علماء الاجتماع الناس دي أنتجت دراسات كيف نعالج مشاكل المصريين، كيف نعالج مشاكل العشوائيات، كيف نعالج مشكلة البطالة، كيف نعالج مشكلة العنوزة. دي مشاكل اجتماعية أصبحت الآن يعني منتشرة وظاهرة بشكل كبير. يعني احنا بنعاني من مشاكل سياسية، بنعاني من مشاكل اقتصادية، بنعاني من مشاكل اجتماعية. طب كيف تحل كل هذه المشاكل؟ لابد كل من يستطيع أن يشارك في الحل لابد أن يبادر. حضرتك شاعر كبير، ومن أجمل ما كتبته عن 25 يناير. نعم. هذا الكتاب أنا الحقيقة بذلت فيه جهد كبير جدا، والحمد لله ربنا وفقني في أنه طلع كتاب مشرف. هو 760 صفحة. أنا وثقت فيه كل الأحداث اللي حصلت في ال 18 يوم بتوع الثورة، من ثلاثاء الغضب حتى جمعة التنحي، بتفاصيل دقيقة جدا، يعني لدرجة ان هي لحظة بلحظة فعلا، من داخل الميدان وداخل الشارع المصري، يعني على كل المستويات. كل ما حدث داخل مصر وكل ما حدث خارج مصر من ردود أفعال. يعني هو أكتر من حد قال انه كتاب ممتاز، ونتمنى انه يبقى
يعني أفضل كتاب ظهر عن الثورة حتى الآن. إن شاء الله. حضرتك كتبت أيضا عن جانب آخر مهم، أو عن إحدى الشخصيات الجميلة التي أثرت في المجتمع المصري سنوات، وهي شخصية الشيخ الشعراوي. نعم. ومن هذا الكتاب تعرضت حضرتك لمفهوم الدين الحق، أو لمفهوم نعم. السماحة في الدين الإسلامي. نعم. هو الكتاب ده أنا تناولت فيه بشكل أساسي كل المعارك والخصومات اللي كانت بين الشيخ الشعراوي الله يرحمه وبين خصومه السياسيين، لأنه الشعراوي كان له خصوم سياسيين، يعني سواء في الفترة اللي كان فيها وزير الأوقاف أو ما تلا ذلك. يعني طبعا بالتأكيد عندما تلمع شخصية ما في مجال ما لابد أن نجد لها محبطين. فهؤلاء المحبطين هم الذين كانوا يمثلون الخصومة الدائمة للشيخ الشعراوي. نعم. أنا تناولت مسيرة حياة الشيخ الشعراوي من خلال هذه الخصومات اللي خاضها بينه ومعاركه الفكرية اللي خاضها مع الآخرين، وحاولت أكرس معنى أنه الشيخ الشعراوي يعني ربما يكون أنبل شخصية أتى بها القرن العشرين. يعني حتى في خصومته لم يكن خصوماته. متعصبا نعم. أو نعم. متشددا. نعم. نعم. جميل. طب أستاذ حسن، دي فرصة أن نتحدث عن الخطاب الديني السائد حاليا في مصر وفي العقلية العربية نعم. بشكل عام. نعم. وما ينبغي أن يكون عليه، يعني كيف يصحح الخطاب الديني؟ احنا كل شوية كل سنة بنجد يعني مؤسسات دينية كبيرة بتقيم مؤتمرات كبيرة تحت عنوان تجديد الخطاب الديني، ولكن هذا التجديد ما بنشوفوش على أرض الواقع. يعني تجديد الخطاب الديني على مستوى الأئمة اللي هم الفقهاء ولا خطباء المنابر ولا إيه بالظبط يعني. يعني هو والمضمون أيضا أستاذ حسن، يعني المضمون، يعني البعض يتمسك بظاهر الأشياء وبحدود دقيقة جدا، بينما هناك في الدين رحابة كبيرة. نعم. يعني أنا أرى أنه تجديد الخطاب الديني بيبدأ من الخطيب على المنبر داخل المسجد. يعني الخطباء الآن بنحضر ليهم وبنجد ان هم منفصلين تماما عن الواقع. يعني بيكلمني عن اشياء حدثت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع يقول قال الله وقال الرسول، لكن لا يجمع بين هذا وبين ما نعيشه على ارض الواقع. هم يعني انا بتصور وفقا لرؤيتي الخاصه انهم منفصلين. لابد انه لما تيجي تكلمني عن مثلا آية ولا عن حديث ولا عن أثر من آثار الصحابة وما غير ذلك، لابد أن يعني تضمنه شيئا من الواقع عشان أنا أستفيد بهذا الأثر أو بهذا الدين اللي أنا يعني متدين به على أرض الواقع. يعني إزاي لما مثلا يجي يقول لي ده حصل على أيام النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يبكي على ميت مثلا، طب أنا أعرف الفلسفة في دي إيه؟ أو لما أقول مثلا راعي ضميرك، يعني إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. طيب إتقان العمل هنا بلا قمع، بلا تشدد أو تعصب بالزبط. في تفسير الآية. أستاذ حسن، اسمح لنا حضرتك نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود مشاهدينا ونستكمل حوارنا مع الشاعر في رحاب الكلمات الرائعة.